إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي لاحظ إن الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده أفندي الحكاية دي. عبده قال له: قصدك إيه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له: قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على أي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها إيه يا عبده؟ عبده قال له: أنا مش فاهم لحد دلوقت أنت قصدك إيه بالظبط. أنا بتكلم كلام عام يا عبده، مش بشتكي بشكل شخصي.